نجاح اعلانك في رمضان هو الهدف الاساسي اللي انت دايما بيكون شاغل بالك في رمضان، لان ما ينفعش تعمل اعلانات وتفشل في رمضان. عشان كده هقول لك على 6 اسرار. 6 اسرار دول هم اللي هينجحوا الاعلان بتاعك وهيحققوا لك نتائج كبيره جدا للاعلان بتاعك في رمضان. بس قبل ما اقول لك ال6 اسرار، لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما اقول لكم ال6 اسرار، مهم قوي تبقى فاهم ان ما ينفعش اعمل اعلان في رمضان ويفشل. عشان كده جيت اقول لك ال6 اسرار اللي لازم تطبقهم وهيفرقوا معاك 180 درجه. اول سر هو جوده الاعلان بتاعك، يعني النص الاعلاني والمحتوى المرئي. هم دول اللي على اساسهم اللي هتكسب فيها المنافس بتاعك. انت تبقى عايز عشان الاعلان بتاعك ينجح لازم تجذب انتباه العميل بتاعك. العميل بتاعك بيشوف مليارات من الاعلانات في رمضان، انهي اعلان بقى منهم هو اللي هيجذب انتباهه، وانهي اعلان منهم اللي هيقرا النص الاعلاني بتاعه وهيقنعه وهياخد بقى ايه الفعل اللي انت عايزه، يبعت لك رساله. فدي اول سر انت لازم تفكر فيه، وهو ان الديزاين او الفيديو او الصوره بتاعت الاعلان بتاعي لازم تجذب العميل بتاعي. لازم تخلي الصوره بتاعتك او الفيديو اللي انت بتعمل بيه اعلان هو اللي يجذب العميل، لان العميل بيشوف اعلانات كتير قوي، عايز يشوف صوره معينه، الصوره دي هي اللي تجذب انتباهه. طب اعمل الصوره دي ازاي؟ الصوره دي حاول ان انت تكون بتتكلم او بتوصف فيها العميل بتاعك. يعني لو العميل بتاعك مثلا على سبيل المثال مثلا صاحب مطعم، انت بتستهدف مثلا صاحب مطعم مثلا، فبتبدا ان انت تحط شكل مطعم وتحط مثلا صوره صاحب المطعم واقف مثلا قدام المطعم بتاعه مثلا على سبيل المثال. لو انت بتبيع بقى ايا كان، شوف انت بتبيع ايه وبتحط الفئه اللي انت بتستهدفها في الصوره بتاعتك او في الديزاين او في الفيديو بتاعك، فانت بتوصف الايه الشكل العميل المستهدف بتاعك. ودي استراتيجيه من الاستراتيجيات. اللي بيحصل ان العميل لما بيجي يعمل بقى سكرولنج كده، يعني بيعمل كده على الفيسبوك بقى، يبدا ان هو ايه يعمل على الشاشه كده، بيرفع الشاشه كده من ايه من تحت لفوق كده، يشوف الاعلانات لحد ما يجي اعلان يوقفه، صوره اعلان او فيديو يوقفه. ده يوقفه عشان الصوره جذبت انتباهه، خطفته. فبالتالي كل ما الصوره تخطف العميل كل ما يوقفوا عن الاعلان، فيخليه كده ان هو عايز يشوف انت ايه، عايز يشوف اكتر بقى انت بتقدم ايه، فيروح للمرحله الثانيه وهي ان هو يشوف ايه التصميم او يشوف النص الاعلاني بتاعك، ودي المرحله الثانيه. فيبدا يقرا بقى الايه النص الاعلاني بتاعك. لو لقى ان النص الاعلاني بتاعك بيتكلم في حاجه فعلا تحل المشكله بتاعته، بتتكلم في النص الاعلاني عن مشكله هو بيعاني منها، وبعد كده بتتكلم عن حل انت جبته له، الحل ده هو حل قوي جدا، فيبدا يبص على الحل ده ويبدا بقى تديله كمان في النص الاعلاني اثبات على الكلام اللي انت بتقوله. انت مش بتقول حل وخلاص، لا، ده انا هديك اثبات كمان ان الحل ده فعلا هيوصلك، هيحل لك المشكله دي، او هيخليك توصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. فبالتالي بقى خلاص مش هيكون في حاجه غير ان انت في اخر النص تقول له بقى ايه، لو انت عايز تحل المشكله دي او عايز توصل للنتيجه دي، ابعت لنا رساله دلوقتي وهنحل لك المشكله دي دلوقتي، او هنوصلك للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. فبالتالي خلاص انت كمان اقنعته. المرحله الثانيه بقى اقنعته بقى، قرأ الاعلان، حس ان انت بتتكلم عن المشكله بتاعته او النتيجه اللي هو عايز يوصل لها. ممكن تبدا بنتيجه هو عايز يوصل لها وحلول عشان يوصل للنتيجه دي، والحلول دي موجوده عندك انت، وتدي له اثبات ان هي موجوده عندك، والحلول دي لو انت استخدمتها توصلك للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. وبيبدا بقى ان انت كمان تقول له بقى ايه اللي هو الكول تو اكشن، او اللي هو اتخاذ الاجراء بقى اللي في الاخر بقى. انت بتقول له ايه الاجراء اللي هو يعمله، ان انت ابعت لنا رساله دلوقتي، او خش اشتري من الموقع الالكتروني بتاعنا، هتلاقي ايه كل المنتجات اللي هي بتحل لك المشكله دي، او يعرف اكتر فيدوس يخش على الموقع الالكتروني وهكذا. فدي خلاص اقنعته. اول ما تقنعه بقى بيعمل على طول الايه، بيعمل الفعل اللي انت قلت له عليه في نهايه الايه النص الاعلاني. فبالتالي كده هتلاقي بقى ايه العميل جالك، وتبدا بقى ان انت تخش بقى معاه في مراحل ايه المبيعات بعد كده. هتلاقي ان دور الاعلان هنا ان هو يجيب لك عميل مهتم قوي، وعميل بيحقق النتيجه اللي انت عايزها من الاعلان. اللي هو لو انت عامل اعلان رسالي يخش يبعت لك رساله، لو انت عامل اعلان مبيعات مثلا من موقع الكتروني يخش يشتري من الموقع الالكتروني. فالسر ده هو ان انت لازم جوده الاعلان بتاعك من التصميم بتاعك او الفيديو او الصوره بتاعتك تبقى قويه، تجذب انتباه العميل بتاعك على طول. فانت اللي تاخد العميل تجذب انتباهه عن الاعلانات الثانيه،
والمرحله الثانيه ان النص الاعلاني بتاعك يكون قوي قوي، بتتكلم فيه عن مشكله، بتتكلم فيه عن نتيجه وعايز يوصل لها، وبتتكلم عن الحلول بقى اللي هي هتوصله للنتيجه دي او هتحل له المشكله اللي هو بيعاني منها، وتدي له اثبات في النص الاعلاني وتبدا تقنعه. هو هنا في مرحله الاقناع، وتبدا بقى في اخر الاعلان تقول له بقى يعمل ايه عشان يوصل للحل ده، او يعمل ايه عشان يوصل للنتيجه دي. فتقول له ابعت لي رساله او خش اشتري من موقع الكتروني، فيبدا بقى ان ايه يجي لك بقى ايه عملاء على طول باستمرار، وتلاقي ان ده اول سر من اسرار نجاح الاعلان بتاعك. تاني سر بقى هو انك تستهدف الجمهور الدافئ. يعني ايه الجمهور الدافئ؟ هنا بنلاقي ان في جماهير او في 3 انواع من الجماهير اللي انت تيجي تستهدفها. اول جمهور هو جمهور ما يعرفش عنك اي حاجه خالص ولسه بيسمع عنك لاول مره، وهو ده اسمه جمهور بارد. الجمهور ده لسه انت بيبدا يعرف انت ايه اللي انت بتقدمه، ايه الخدمات اللي بتقدمها، انت مين اصلا. فده اسمه جمهور بارد. في جمهور التاني بقى اسمه الجمهور الدافئ. ده طب اللي هو مين الجمهور الدافئ ده؟ الجمهور الدافئ ده هو هم جم من الجمهور البارد اصلا. يعني الجمهور البارد ده انت عميل بتستهدفه لاول مره، ما يعرفش عنك اي حاجه ويسمع عنك اول مره وبيسمع عن منتجاتك وخدماتك لاول مره. جزء من الجمهور الدافئ ده بيتفاعل معاك فيبعت لك رساله، فمثلا كده عمل شكل من اشكال التفاعل، كده اظهر اهتمامه بالمنتج او الخدمه بتاعتك، او اظهر اهتمامه بالاعلان بتاعك، او دخل على الموقع الالكتروني بتاعك ومثلا قعد دخل على صفحه معينه ولكن ما اشتراش. ولكن هنا هو عمل ايه؟ عمل نوع من انواع التفاعل. بالتالي بقى انا ده كده انتقل العميل ده بالنسبه لي من جمهور بارد لجمهور دافئ. يعني على سبيل المثال لو مثلا انا الاعلان مثلا شافه 1000 شخص، في مثلا 10 منهم بعتوا لي رساله، ال10 دول كده انتقلوا من جمهور بارد لجمهور دافئ، فكده بقى اسمهم جمهور دافئ. دول بقى انا دول اللي لازم استخدمهم في الاعلانات في الايه في فتره رمضان. ليه؟ انا لما استهدف جماهير كانت بعتت لي رساله قبل كده مثلا، او دخلوا على الموقع الالكتروني بتاعي قبل كده، عملوا اضافه الى السله، او شافوا صفحه معينه، او اضافوا كارت البنك بس ما اشتروش، كل دول اسمهم اشكال من اشكال ايه الجمهور الدافئ. العميل اللي بعت لي رساله قبل كده ولكن ما اشتراش، قال لي تفاصيل وقلت له تفاصيل ولكن ما اشتراش، دول اقدر ان انا استهدفهم مره ثانيه في رمضان. اكتر ناس هيبداوا ان هم يحققوا لك المبيعات الحقيقيه. فده ان انت لازم تستخدم الجمهور الدافئ عشان ده يحقق لك النتيجه الكبيره في رمضان. مش لسه بقى تبدا بقى جمهور بارد بقى لسه هو بيعرف عنك. طبعا طبيعي ممكن تستخدم برضو الجمهور البارد، بس ده من الحلول او من الاسرار السريعه اللي تحقق لك النتيجه. هو جمهور عارفك بالفعل، هو ناقص ان انت بس تستهدفه مره ثانيه بخصم معين، او ان انت الجمهور الدافئ ده مثلا ممكن يبقى جمهور مثلا تفاعل معاك قبل كده وحقق نتائج ومثلا عمل مبيعات واشترى منك، فتبدا ان انت تجمع الجمهور ده وتعمل حاجه اسمها جمهور مشابه. يعني تقول للفيسبوك انا عايز جمهور شبيه للجمهور اللي هو بعت لي رسائل على الصفحه، او جمهور مشابه للجمهور. لو انت تقدر ترفع للفيسبوك بقى مثلا بيانات جمهور الناس اللي اشترت منك، وفي فيديو كنت اتكلمت في الجزء ده بالتفصيل تقدروا ترجعوا له. لو انت بقى الناس اشترت منك قبل كده عن طريق رسائل مثلا، فبترفع البيانات دي للفيسبوك، والفيسبوك بقى ايه بياخد البيانات دي وتقول له انا عايز جمهور مشابه للجمهور ده، فيبدا بقى ان هو يجيب لك جمهور مشابه للجمهور ده وهكذا. فالجمهور الدافئ ليه اشكال مختلفه، ان انت بتبدا بقى تشوف مين الناس اللي بعتت لك قبل كده وتبدا تستهدف الناس دي، وده بيحقق لك نتائج كبيره. الناس خلاص هي عارفاك، انت بس بتحاول ان انت تقنعهم بسر، او بتبدا ان انت تديهم خصم معين تشجعهم على ايه على عمليه الشراء، فبالتالي تحقق نتيجه كبيره بدل ما تبقى لسه جمهور لسه اول مره يسمع عنك ويشوفك، فبالتالي نسبه ان هو يشتري منك من اول مره بتبقى ضعيفه جدا جدا. ثالث سر بقى هو انك تختار التوقيت الصحيح للاعلان. يعني ايه التوقيت الصحيح للاعلان؟ يعني في كده اسمها اوقات ذهبيه، يعني اوقات كده في رمضان، بنتكلم بالاخص في رمضان، ان في وقت الناس بيبقى فيها التفاعل فيه عالي قوي، في وقت بيبقى التفاعل فيه قليل، فانا محتاج الناس اللي فيها التفاعل العالي ده انا استخدم، او ان انا اخلي اقول للفيسبوك انا عايز الاعلان بتاعي يظهر في الوقت ده. زي ايه؟ الاوقات الذهبيه زي الوقت اللي هو قبل الفطار، في اللي هو الوقت اللي قبل الفطار الناس تبقى قاعده على الفيسبوك منتظره لسه الفطار، فده وقت ذهبي، ناس كتير قوي تبقى قاعده على الفيسبوك. في الوقت اللي هو بعد التراويح، ده برضو وقت ذهبي، الناس تبقى قاعده بقى عايزه بقى تخش بقى تتكلم بقى تدردش مع اصدقائها مع صحابها مع اقاربها، فده وقت برضو الناس تبقى فيه تفاعل شديد قوي على الفيسبوك. برضو في ثالث وقت وهو وقت السحور، قبل السحور.
نفس الكلام قبل السحور الناس تبقى متفاعله جدا جدا. فبالتالي دول الثلاث اوقات اللي انت تقدر تستخدم الاعلانات فيهم. هنا تقدر بقى تستخدم كذا استراتيجيه، وتقدر انت تختبر. يعني انا مهم اقول لك انت تختبر في الجزء ده بالذات. يعني تعمل مثلا اعلان تختبر فيه تشغل فيه الاعلان في الوقت اللي هو قبل الفطار، وقت اللي بعد التراويح، والوقت اللي هو قبل السحور. وتبدا تشوف الاعلان فعلا هيحقق نتائج كبيره ولا ايه. واعلان تاني تبدا ان انت تسيبه اليوم كامل، تعمل اللي هو الميزانيه اليوميه، تسيب الفيسبوك ما تحددوش وقت خالص، وتسيب الفيسبوك تشوف هو ايه هيعمل لك ايه، وانت تبدا تشوف تعمل. ده اسمه اختبار اي بي تيست، وهتلاقي في فيديو دي بتكلم فيه بالتفصيل ان احنا بنختبر وقتين او بختبر حاجتين او مجموعتين اعلانتين ببعض، ونشوف كده الفيسبوك ايه الافضل اللي هيجيب لك نتائج. الفيسبوك هيقول لك الحمله المجموعه الاعلانيه دي هي ايه اللي نجحت. فبالتالي التوقيتات مهمه جدا جدا في رمضان. بدل ما يجي الاعلان يقعد شغال في وقت ما يحققش نتيجه، فانت لا، انت هنا انت ممكن تحدد الوقت ده. وفي نفس الوقت برضو الجوريزم الفيسبوك والذكاء الاصطناعي بقى قوي جدا برضو، عشان كده بقول لك تختبر اللي انت تسيبه هو الفيسبوك يبدا يشوف برضو الوقت اللي الناس بتتفاعل فيه اكتر، وتبدا ان انت تشوف اني اكتر وقت او اني اكتر مجموعه اعلانيه بتجيب لك نتائج. ولازم تبقى مركز اني وقت اللي بيجي لك فعلا رسائل فيه اكتر ويجي لك فيه مبيعات، عشان تركز قوي ان هو ده الوقت اللي ممكن تشغل فيه الاعلانات في رمضان. رابع سر بقى هو العروض الرمضانيه. لازم تعمل عرض مغري في رمضان. الناس في رمضان بقى بتبقى منتظره ان هي تبدا تشوف عروض او خصومات او عروض حصريه. فده انت لازم تفهم الفئه اللي انت بتستهدفها. وهنا بقى جزء التسويق، كل ما انت تبقى فاهم في التسويق ده هيخليك تعرف تعمل عرض قوي قوي. الناس في رمضان في مليارات من الاعلانات، اني اعلان هيكون فيه عرض قوي قوي هيخليه، او عرض مغري هيخلي العميل المستهدف بتاعك يقول هو ده المكان اللي انا هشتري منه، هو ده المكان اللي انا هشتري منه، مش هشتري من اي مكان تاني. عشان كده بقول لك لازم تعمل عرض قوي جدا. العروض دي بقى بتبقى مبنيه على فهمك للفئه المستهدفه بتاعتك. يعني انا الفئه المستهدفه بتاعتي هي بتهتم بالخصومات، وبالاخص في رمضان اي حد بيهتم بالخصومات، فاقدر ان انا ابدا ان انا اعمل خصم في رمضان. مش كده بس، ازود كمان عدد العروض. كل ما يبقى العرض بتاعك مغري فيه مميزات كتير، يعني عامل عرض كذا وكذا 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 على الاعلان على المنتج او الخدمه، هتلاقي العميل يقول ايه ده عامل خصم، وعامل عرض ان الشحن مجانا، وعامل وعامل وعامل، هتلاقي ان هو بيختارك انت. فدي نقطه مهمه جدا. فانت تبدا ان انت تشوف بقى هل العرض بتاعك انت مهم يبقى عندك خصومات، عشان الفئه اللي انت بتستهدفها هي مهتمه بالخصومات في رمضان. ومش كده بس، ابدا اشوف بقى العروض الحصريه. يعني ايه عروض حصريه؟ يعني بقى هنا بقى حاجه انا ممكن اضيفها زياده على ميزه اضافيه هياخدها مع المنتج. يعني على سبيل المثال ممكن تبقى هياخد مثلا شحن مجانا مثلا، او هياخد ان هو خصم على الشحن، هياخد 50% خصم على الشحن، او ان هو مثلا هياخد ضمان معين. الضمان ده لو حصل اي حاجه خلال مثلا وقت معين يقدر ان هو يرجع المنتج تاني، وهكذا. فانت بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي هي العميل بتاعك مخليه خايف ان هو ياخد قرار ان هو يشتري، فتبدا تعمل له عرض عليه. يعني زي ما انا قلت ان في ناس كتير قوي بتبقى خايفه ان هي تشتري الحاجه، وبعد ما تشتريها لقيتها مش كويسه يقول لك لا انا كده اتدبست فيها. لا، أنا لو لقيت المنتج مش زي الصوره تقدر ترجعه تاني، مفيش اي مشكله خالص، ومش هتتكلف كمان تكاليف شحن. فدي هتديله ثقه اكتر وطمانينه اكتر. طبعا انت لازم المنتج بتاعك يبقى فعلا منتج قوي جدا، عشان لما يتحط عليه العرض يبقى منتج يعني حكايه ما حصلش، فعلا العميل يشتريه. وزي ما قلت العرض ده يعني مميزات المنتج الاساسيه بتاعتك، والمميزات الاضافيه اللي انت بتضيفها للمنتج او الخدمه بتاعتك. فبالتالي كل ما تشوف بقى دماغ العميل بتاعك عامله ازاي، العميل بيحب ايه، وتبدا تحطه له في العرض. العميل بتاعك ايه المشاكل اللي هو بيعاني منها عشان كده ما بيشتريش اي منتج، تبدا تحط بقى تعمل العرض ده ان هو فعلا عرض بيحل المشكله عند العميل. فبالتالي العميل ياخد ثقه ان هو يشتري منك فعلا لما يحس ان هو انت القيمه بتاعت المنتج بتاعك كتير قوي، عامل مميزات كتير قوي، اكتر القيمه اللي هو هياخدها اكتر من الفلوس اللي هو هيدفعها. في الحاله دي هيشتري منك المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك. عشان كده العرض هو هو السر، هو الحاجه كده اللي بتخليك كده تقول انا فعلا هخلي العميل يشتري مني، مش هيشتري من اي حد تاني. خامس سر بقى في الاعلانات رمضان هو انك لازم تستخدم الاختبارات.
ما ينفعش اعمل اعلان واقول خلاص انا هعمل الاعلان واشوف بقى كده الاعلان هيجيب نتيجه ولا ما يجيبش نتيجه ولا ايه بقى. لا، مفيش الكلام ده. انا لازم اختبر الاعلانات بتاعتي ولو بفلوس بسيطه في رمضان. ليه بنقول لازم نختبر؟ عشان انا دلوقتي عايز اعرف الناس في رمضان بالذات ايه اكتر محتوى الناس هتتفاعل معاه. يا ترى مثلا الصوره ولا الفيديو ولا هيبقى ايه، ولا انهي صوره ولا انهي نص اعلاني. فبدل ما اعمل اعلان واحط فيه ميزانيه كبيره واحط صوره واحده ونص اعلاني واحد واشوف كده والاقي ان الناس ما تتفاعلش والفيسبوك بيصرف الفلوس والناس ما تتفاعلش واخسر وابقى زعلان واقول انا خسرت في الاعلانات الفيسبوك، لا كده انا اللي خسرت نفسي بنفسي. لان الطبيعي جدا انت عشان تخش بقى في وقت فيه منافسه شديده لازم تختبر عشان تشوف انهي اعلان الناس هتتفاعل معاه اكتر، انهي صوره او انهي فيديو او انهي نص اعلاني الناس هيتفاعلوا معاه اكتر. بالتالي ده هيخليهم ان هم خلاص بقى انت تفهم بقى. انا لقيت ان مثلا عملت اعلان وببدا ان انا لقيت ان الصوره دي الناس بتتفاعل معاها اكتر ولقيت النص الاعلاني الناس بتتفاعل معاه اكتر، فبالتالي هبدا بقى ان انا ازود الميزانيه واحده واحده عشان ان انا اوصل للناس اكتر في رمضان. لكن انا بقى لو عملت اعلان واحد، الاعلان مثلا بيتكون مثلا من صوره واحده ونص اعلان واحد، ولقيت ان الفيسبوك بيصرف فلوس كتير والناس ما تدفعش من الاعلان، هتلاقي ان انا في النهايه انا خسرت وما استفدتش اي حاجه وما نجحتش من اعلانات رمضان. عشان كده بنقول افضل حاجه تبدا الاعلان بتاعك مثلا بصورتين مثلا وفيديوهين بقدر الامكان، بصورتين وفيديوهين، وتبدا ان انت مثلا ونصين اعلانيين، تبدا ان انت تعمل اختبارات في الجزء ده وتشوف الفيسبوك هيتفاعل معايا ازاي. الفيسبوك هيخلي الناس، هيودي الاعلانات للناس، هيودي الصوره والفيديو والنص الاعلاني ويبدا يودي كل الاعلانات اللي انت حطيتها دي للعميل المستهدف بتاعك ويشوف العميل المستهدف بتاعك هيتفاعل مع ايه اكتر. والعميل الحاجه اللي هيتفاعل معاها اكتر هو اللي الفيسبوك هيبدا ان هو يصرف عليها، والاعلانات الثانيه هتلاقي الفيسبوك ما بيصرفش عليها. فبالتالي انت كده ما بتعملش هدر في الميزانيه بتاعتك، بالعكس انت كده بتوفر الميزانيه بتاعتك. وكمان انا في بعد مثلا 3 4 ايام كده لقيت الناس بيتفاعلوا مع محتوى معين، اذا كان صوره معينه او فيديو معين او نص اعلاني معين، ابدا ان انا ازود الميزانيه واحده واحده عشان ابدا ان انا اوصل للناس اكتر واحقق نتيجه اكبر من الاعلانات. وهقول لكم برضو هنخش اوريكم برضو في الجزء ده ازاي بنختبر كل، يعني بنحط اكتر من نص اعلاني في نفس الاعلان، نحط اكتر من صوره، نحط اكتر من فيديو. هوريه لكم برضو دلوقتي بشكل عملي قبل ما اخش على بقيه الاسرار. نيجي بقى نشوف هنطبق الجزء بتاع الاختبارات ده ازاي بقى بشكل عملي ونعمل الاختبارات دي ازاي. اول حاجه طبعا بنخش ننشئ اي حمله اعلانيه، نشوف انت لو تشتغل حمله رسائل مثلا بهدف المبيعات ولا تشوف انت هتشتغل على عملاء محتملون ايا كان، فبتختار ايه، بتنشئ حمله عادي او ما بتنشئ حمله بيفتح معاك بقى ايه مستوى الحمله الاعلانيه ومستوى المجموعه الاعلانيه اهو تاني حاجه، وتالت حاجه مستوى الاعلان. فبنيجي عند مستوى المجموعه الاعلانيه، هنا انا لازم اختبر اكتر من جمهور. انا ببقى عايز مثلا اختبر مثلا 3 جماهير 4 جماهير، فانا اعمل ايه، لازم احط كده استهداف لمثلا جمهور معين لثلاث جماهير عندي. شوف انا بستهدف مين بقى، فانا بشوف مين اكتر 3 جماهير انا اقدر ان انا استهدفهم واقدر ان انا اخدمهم بالمنتج او الخدمه بتاعتي ويقدروا ان هم يحققوا لي النتيجه ويشتروا المنتج او الخدمه بتاعتي. فمثلا ببدا ان انا هنا كده انا عايز كده كل فئه ليها مجموعه اعلانيه منفصله، كل فئه انا هستهدفها ليها مجموعه اعلانيه باستهداف معين وباعلانات معينه. فانا مثلا هستهدف 3 فئات، فاجي هنا عند ال3 نقاط ادوس عليها وادوس على تكرار، وبيجي لنا كده القايمه دي كده واروح دايس هنا ايه، هنا طبعا الحمله الاعلانيه الاصليه زي ما هي. ده كده معناه ان انا عايز اكرر المجموعه الاعلانيه دي اللي انا اخترتها، اكررها اكتر من مره في نفس الحمله الاعلانيه. بيقول لي انت عايز تكررها او تعمل منها نسخ قد ايه، عدد نسخ، فانا هقول له انا عايز 3 لان عايز المجموع كله 4. هو يعمل لي 3 واصلا هي الاصليه دي واحده، يبقى كده 4 وادوس تكرار. فيبدأ كده هو ايه يجيب لي اهو ادي كده مجموعة اعلانية واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. وابدا بقى ان انا هنا في المجموعة الاعلانية الاولى احط بقى الاستهداف بتاعت الفئة اللي انا هستهدفها. فمثلا انا هستهدف اصحاب المشاريع فاحط هنا اصحاب المشاريع. تحت مثلا في المجموعة الاعلانية التانية هستهدف مثلا ميديا بايرز فاحط ميديا بايرز. على حسب بقى اشوف انا بقدم ايه المنتج او الخدمة بتاعتي، اشوف ايه الفئات اللي انا اقدر ان انا اخدمهم واقدر ان هم ابيع لهم المنتج بتاعي وهم قادرين ان هم يشتروا المنتج او الخدمه بتاعتي. فبختبر عشان اشوف مين افضل
فئة فعلا هتحقق لي المبيعات اللي انا محتاجها. يا ترى الفئة مثلا فئة اصحاب المشاريع، ولا فئة الميديا باير، ولا فئة مديرين التسويق، ولا فئة اصحاب المتاجر الالكترونية، وهكذا. فانت بتبدأ تشوف بقى انت ايه، انت بتبيع ايه، المنتج بتاعك مين الفئات اللي هي ممكن تشتريه منك، وتبدأ تختبر بقى كل فئة كده، تحط كل فئة باستهداف محدد، باعلانات محدده ليها كده في مجموعه اعلانيه، عشان تبدا تشوف انهي فئه هي اللي هتجيب لك نتائج. فانا مثلا احط زي ما قلت هنا كده، ادي الفئه الاولانيه مثلا، والفئه الاولانيه بيبقى تحتيها على طول كل مجموعه اعلانيه بيبقى تحتيه اعلان واحد. انا بقرر الاعلان ده بخليه تحتيه اعلانين، يعني تحت كل مجموعة إعلانية باعمل إعلانين. ف... فنيجي مثلا عشان نيجي مثلا عند المجموعة الإعلانية دي، أنا عايز أعمل أدي تحتها إعلان أهو. أنا عايز أكرر الإعلان، فأدوس كده على الثلاث نقاط وأدوس على تكرار سريع. هيكررها لي زي ما هي على طول، هيكررها لي مرة واحدة بس زي ما هي، فهي حتى مكتوب عليها نسخة، هي إعلانات جديدة بهدف المبيعات نسخة. فانت كده هنا بتروح حاطط بقى الاعلان اللي هيوصل للفئه المستهدفه دي، للفئه مثلا اصحاب المشاريع في المجموعه الاعلانيه دي، تحتيها كده اعلانين، الفئه دي هيوصل لها اعلانين. حط صوره، اعلان صوره واعلان فيديو، فكده يبقى هيجي لهم اعلان صوره واعلان فيديو. نفس الكلام في المجموعه الاعلانيه الثانيه، نفس الكلام، هتيجي تنزل عند الاعلان، هتدوس على الثلاث نقاط كده وتدوس على تكرار سريع. نفس الكلام اهو، هتلاقي حتى هو معلم لك عليها، واقف لك عليها، كاتب لك نسخه اعلان جديد بهدف المبيعات نسخه، واعلان تاني اهو، ده الاعلان الاصلي. فهتلاقي كده تحت كل مجموعه اعلانيه في اعلانين، في اعلانين. نفس الكلام هتيجي في المجموعه الاعلانيه الثالثه، هتعمل نفس الكلام، تنزل تحتيها كده في الاعلان، هتعمل ثلاث نقاط وتروح دايس كده وتدايس على تكرار سريع، فهتتكرر لك مرتين. تيجي في المجموعه الاعلانيه الرابعه، هتنزل في تحتيها في الاعلان اللي تحتيها، تروح دايس على الثلاث نقاط وتدوس على تكرار سريع، فهي هتنسخها لك مره تانية. وفي كل تحت كل مجموعة إعلانية حط إعلانين، مرة صورة في الإعلان الأول صورة، وفي الإعلان التاني حط فيديو، وتحط نص إعلاني. ممكن تحط نص إعلاني واحد، مفيش مشكلة، ممكن يتكرر في إيه، في الإعلان هنا والإعلان هنا، مفيش أي مشكلة خالص. فده كده إيه، ده الاختبارات. ممكن أنا برضو أعملها بطريقة أسرع وأسهل شوية عليكم عشان أوريكم. همسح كده، يعني دي كده شكل. طبعا في الشكل التاني بقى اللي هو اسرع شويه، بدل ما تقعدوا تكرروا كده كتير. همسح كده عشان اوريكم اهو. همسح المجموعه الاعلانيه، المجموعات الاعلانيه، هسيب مجموعه اعلانيه واحده كده عشان اوريكم اهي. اهو مسحت المجموعه الاعلانيه الاولانيه خالص، كانت اصلا تحتها اعلان واحد، اصلا كانت تحتها اعلان واحد، كانت بالشكل ده اهي. الحمله الاعلانيه، المجموعه الاعلانيه وتحتها اعلان واحد. فانا بعمل ايه؟ انا هروح جاي على طول مقرر الاعلان اللي تحتيها. انا طبعا انا اصلا انا عارف ان انا هعمل ايه. انا هعمل ثلاث فئات غير الفئه غير الفئه الموجوده دي. يعني انا عايز اربع مجموعات اعلانيه، وتحت كل مجموعه اعلانيه عايز تحتها اعلانين. فاعمل ايه؟ فانا في الاول خالص في اول مجموعه اعلانيه قبل ما اقررها اروح ناسخ منها اعلان تاني، اقرر اعلان تاني، فاجي هنا عند الاعلان اللي تحتيه ادوس على ثلاث نقاط وادوس تكرار سريع، فهتكرر لي اللي تحتيها ايه، الاعلانين اهو. طيب انا بقى عامل ايه؟ انا عايز بقى اخد المجموعه الاعلانيه بالاعلانات اللي تحتيها الاثنين دول، اكررهم ثلاث مرات، فيجي كل مجموعه اعلانيه تحتيها اعلانين على طول، بدل ما اقعد اكرر بقى كل شويه اخش على ايه مجموعه اعلانيه وانزل الاعلان اللي تحتيها واقعد اكرر وانسخ منها اعلان تاني. لا، انا عايز على طول اجي اكرر المجموعه الاعلانيه دي، اعمل لها ثلاث نسخ مجموعات اعلانيه، وكل مجموعه اعلانيه تحتها اعلانين على طول. فاجي ايه، اروح على الثلاث نقاط دايس كده وادوس على تكرار، وادوس زي ما هي كده الحملة، وادوس هنا عدد النسخ اللي انا عايزها 3، وادوس تكرار. هينسخ لي كل مجموعة إعلانية تحتها إعلانين زي الأولاني على طول. هو دايما بينسخ المجموعة الأولانية بالظبط زيها. شوف بقى لو انت، عشان كده انا رحت قررت قبل ما انسخ، قبل ما اعمل اكتر من نسخة للمجموعة الإعلانية الأولانية، رحت ايه قررت على طول الإعلان في المجموعة الإعلانية الأولانية خالص، قررت فيها الإعلان التاني. فأصبح هي بقى بدل ما كان فيها إعلان تحتها إعلان، بقى أصبح تحتها إعلانين. ورحت واخد بقى المجموعه الاعلانيه دي قررتها، قلت له عايز منها ثلاث نسخ، فهو هيكرر لي المجموعه الاعلانيه دي بكل الاعلانات اللي تحتيه، وهي تحتها اعلانين، فهيكرر كل مجموعه اعلانيه تحتها اعلانين زي ايه، زي المجموعه الاعلانيه الاولانيه اللي انا ايه، اللي انا استخدمتها ونسخت منها.
بس. وانت زي ما قلت بقى كل اعلان هيبقى فيه تحتيه صوره، والاعلان التاني هيكون فيديو، واستخدم نص اعلاني واحد مفيش اي مشكله خالص. وبعد بقى 3 4 ايام 5 ايام تبدا بقى ان انت تشوف اني افضل نتائج حصلت من اني فئه، من اني فئه حققت لك نتائج اقل وحققت لك مبيعات اكتر، او جابت لك رسائل اكتر، او جابت لك عملاء محتملون اكتر وبتكلفه اقل. دي المجموعه الاعلانيه اللي هي تكون كسبت، دي اللي تسيبها. واللي جايبه لك بقى نتائج اقل وبسعر اعلى، دي اللي توقفها. فده كده كان الايه، كان جزء الاختبارات. سادس بقى سر من اسرار اعلانات رمضان هو ان انت تستخدم اعلانات ريتارجتنج او اعلانات اعاده الاستهداف. وهنا ان انا ابدا اشوف مين الناس اللي مثلا عملت، او انا لما شغلت الاعلان في رمضان وبدا في ناس تبعت لي رسائل، اجي على طول اعمل اعلان اعاده الاستهداف واستهدف نفس الناس اللي بعتوا لي رسائل. فبالتالي الناس دي خلاص الناس عارفيني وبداوا يسالوا عن تفاصيل، فبقى في احتكاك وانتقلوا بقى من جمهور البارد لجمهور الدافئ. فالناس دي اقرب ناس ان هم ابيع لهم، وكمان ممكن يتفاعلوا معايا اكتر واكتر. فكده انتقل العميل من جمهور بارد لجمهور دافئ يتفاعل معاك. فده اللي اكتر جمهور يقدر يشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك لما تعيد استهدافه. فتبدا تعيد استهداف الناس اللي بعتت لك رسائل، تبدا تعيد استهداف الناس اللي دخلت على الصفحه معينه على الموقع الالكتروني وما اشترتش، دخلوا عملوا اضافه الى السله، دخلوا على صفحه معينه، دخلوا حطوا بيانات البنك بتاعته، بيانات الكارت البنكي وما اشتراش. فكل ده جمهور تفاعل معاك ولكن ما اشتراش، او جمهور مثلا شاف مثلا 50% من الفيديو، فكده ده معناه جمهور تفاعل مع الاعلان بتاعك او بعت لك رساله. فدول بقى بعد ما عملت الاعلان الاولاني تعمل بقى الاعلان الثاني وتستهدف الناس دي. لما تيجي تستهدف الناس دي بقى دول اكتر ناس هيشتروا منك. بس لما تيجي تستهدفهم مهم قوي ان انت تستهدفهم بايه؟ تستهدفهم باراء عملاء، لازم تديهم ثقه ان هم يشتروا منك. فتحاول تستهدفهم بفيديو او محتوى مختلف عن المحتوى الاولاني، محتوى مثلا في ناس بتشكر في المنتج او الخدمه بتاعتك، تستهدفهم مثلا بخصم معين بضمان معين تديهم ثقه اكتر. كده الناس دي انا بحفزها ان هي تشتري مني، الناس عارفاني وتواصلت معايا بس هي في حاجه موقفاها عن ان هي تشتري مني. فبالتالي انا بقى لازم اكون عارف ايه الحاجه اللي ايه موقفاهم، واخش اكلمهم ولما ابعت لهم اقول لهم ايه اللي موقفك. يعني ممكن ان انا كمان ابعت له مش عن طريق الاعلانات بس، اخش على الواتساب وابعت له ايه اللي وقف حضرتك عن البيع، وافهم ايه اللي وقفه عشان احل له الحاجه اللي وقفته عن البيع دي، واحل له المشكله او المانع او الحاجه اللي خلته ان هو تمنعه ان هو يشتري المنتج او الخدمه بتاعتي. فبالتالي اعاده الاستهداف دي قويه جدا جدا، هي المبيعات، هي تحقيق المبيعات. فدي قويه قوي، هتخلي الاعلان بتاعك فعلا ليه قيمه، بيجيب نتائج بقى. لان 3% بس من الناس بيشتروا من اول مره، و97% من الناس بيشتروا من اعلانات اعاده الاستهداف لما تعيد استهدافهم مره ثانيه. فدي نقطه مهمه جدا لازم تستغلوها في اعلانات رمضان. وفي النهايه مهم جدا اكون موضح لك ان اعلانات رمضان هي اعلانات قويه قوي، المنافسه بتبقى فيها شديده جدا. فلازم يكون معاك تريكات واسرار عشان تنجح بالاعلانات بتاعتك، لان فعلا اعلانات قويه منافسه شديده. مش اي وقت مش زي اي وقت تقدر تعمل اعلان وينجح، لا خالص. ليه مليارات من الاعلانات، والعميل هيكون واعي قوي وبيدور كتير جدا في انهي اعلان اللي فعلا يكون بيستخدم التريكات والاسرار، واللي يقنع العميل بتاعه بالعروض القويه انه فعلا هو عنده الحل وعنده الحلول اللي هتوصله للنتيجه اللي هو عايزها، او الحلول اللي هي هتحل له المشكله المعينه. عشان كده دي لازم تستعدوا لاعلانات رمضان بقوه، ما تهملوهاش، لان فعلا لو اهملتوها هتخسروا كتير جدا. والعكس تماما، لو انتوا فعلا اديتوا لها الاهتمام واديتوا لها التركيز بقوه، ده هيخليكم تنقلوا المشروع بتاعكم لحته ثانيه وتحققوا مبيعات كبيره جدا 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 في رمضان. هو شهر خير، هو شهر واحد بس في السنه. وخليني افكركم ان انا فتحت الاستشارات المجانيه في شهر رمضان. فاكتبوا لي تحت في التعليقات تحت عن مشكله انتوا بتعانوا منها، وحط اللينك الواتساب بتاعك، وابدا ان انا اتواصل معاك واخش معاك في زوم واحل لك المشكله. وممكن كمان ننزل المشكله دي على اليوتيوب. وما تنساش لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، وتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.